تصلي يا سجاد؟ نعم. طب احنا عندنا سؤال، ان جاوبته تبقى 100 100. تعرف الصلاه ايه هي الصلوات؟ احنا عندنا 5 صلوات طبعا، عايزين نبتديهم بالترتيب بقى. قولهم لي كده. يلا العب جوله، العب جوله، ادخلوا جوله يا جماعه. يلا العب جوله. انت تلعب احكام ولا لا؟ العب بس اللي انت عايزه، انا معاك في اي حاجه. يلا ابدا بس يلا. خلاص ما يخالف حبايبي، تكبيس حبايبي. يا سجاد قول لي كده الصلوات بقى، يلا بسم الله. شنو حبيبي؟ لا بقول لك قول لي الصلوات، يعني عندنا صلاه الظهر العصر كده، يعني قولهم لي كده بالترتيب. يلا. في ايه يا ابني؟ هو في انت شفت عفريت ولا؟ لا بالكومنت ايه جاي قري. يا حبيبي قولوا كده يلا. طب سيبك من السؤال ده، سيبك من السؤال ده. هنسألك سؤال تاني. حافظ سورة الفاتحة؟ ايه حافظها؟ طب قولها كده يلا. شنو السالفة؟ ايه يا سجاد مش عارف حاجة ليه يا سجاد؟ ده انت حتى ما شاء الله باين عليك كده يعني الإيمان والتقوى. هو من الصلاة، هذا الإيمان والتقوى كلها من الصلاة. ايوه طبعا، ما انا عارف ان انت بتصلي ما شاء الله، ما هو باين عليك حبيبي. طب يعني دلوقتي مش حافظ سورة الفاتحة؟ لا حافظها حبيبي. طب قولها. ما رأيك بمعمر رأيك شنو؟ الصبح قول يا سجاد. طب هقول لك آية كده جميلة، هقول لك آية حلوة في سورة الفاتحة كده وتعجبك قوي. إياك نعبد وإياك نستعين. تعرف يعني إيه الآية دي؟ لا. تمام. إياك نعبد أي لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله عز وجل. صح كده؟ صحيح. طب يبقى أنا كده ينفع أستعين بحد غير ربنا؟ لا. جميل. يبقى أنا كده ما ينفعش أقول مدد مثلا يا حسين، أو أعني يا حسين، أو أعني يا علي. صح كده؟ تمام. جميل جميل جميل. يبقى أنا كده ما ينفعش إن أنا أقول مدد يا حسين أو مدد يا علي. صح كده؟ محمد رسول الله. الله أكبر. يعني احنا المفروض كده نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله. طب وعلي ولي الله دي جبتها منين؟ هو طبعا علي رضي الله عنه احنا بنحبه ويعني وله المكانة، لكن جبتها منين؟ يا سجاد. حبيبي. بقول لك جبتها منين؟ يعني هل في آية مثلا مذكورة، أو هل مثلا في حديث مذكور إنه علي نقول للشهادة بعد كده محمد رسول الله بعد كده علي؟ من سورة ياس، هاي من سورة ياس موجودة. سورة مين؟ سورة ياس. ياس دي سورة جديدة دي ولا إيه؟ جديدة؟ والله ما سمعت السورة دي قبل كده. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله. تمام تمام. سيبك من التعليقات، خليك معايا أنت يا سجاد. أنا عايز آخد بإيدك للهداية والطاعة، وآخد بإيدك للجنة. هو على غاث وما أنت مش عارف حاجة يا سجاد صح؟ بتعبد ربنا كده وأنت مش عارف أنت بتعبده إزاي، صح؟ يا حبيبي بقول لك انت بتعبد ربنا وانت مش عارف انت بتعبده ازاي، صح؟ هو بالكل يكتب يا علي. يا ابني اسمعني بس، صح ولا غلط؟ يا سجاد والله انت صعبان عليا يا سجاد، والله صعبان عليا. شنو حبيبي؟ بقول لك انت صعبان عليا. صعبان عليك؟ عارف ليه؟ لان انت للاسف الشديد عارف اللي بيعبد الاصنام؟ حبيبي ليش ما تنشب؟ ما انا بقول لك انت عارف اللي بيعبد الاصنام زي اللي بيعبد الاصنام بالظبط، بيعبدهم مش عارف هو بيعبد ايه ولا بيعمل ايه ولا عايش ليش ما تنشب وتاكل خرا واحسن لك؟ ماشي عليك. للاسف الشديد يا جماعه زي ما انتم شايفين دول ما يعرفوش اي حاجه، للاسف الشديد. للاسف الشديد زي ما انتم شايفين يا شباب. بس سؤال ما يعرفش سوره الفاتحه، للاسف الشديد ما يعرفش ايه الصلاه، للاسف الشديد بيعبد الله عز وجل على جهل، وقسما بالله حاجه تحزن وحاجه تزعل. ما يعرفش اي حاجه في الدين زي ما انتم شايفين يا شباب. ربنا يهديه ويصلح حاله. وعايز اقول لك ابحث عن دينك يا سجاد، وخلي بالك القصه بتاعتك حلوه.